عليكم يا جدي يا خربت يا جدي، الله يرحمك ويسامحك يا جد، الله يرحمك ويسامحك، الله يرحمك ويسامحك يا جد، وحشنا كتير والله، والله يا جد وحشنا كتير. ربي زمان ما كانش صار، والله من ساعة ما مشيت وكل حاجة غلت، حتى اللحمة بقت ب 500 جنيه يا جد، يا لهوي. يا بركات. وصل مين؟ لك يا عم محمود جدي. يا عم ده كم تراب، ده مش جد. كم تراب؟ لا جدك اهو. مش التربة دي؟ لا جدك الله يرحمه يا ابني، ده كم تراب. دي؟ اهو. جزاك الله كل خير يا عم الحاج. وده جد. ده جدك ده. الله يرحمك ويسامحك يا جد، الله يرحمك ويسامحك. الله يرحمك ويسامحك ويفشفط التربة تحت رجلك يا جد. الله يرحمك ويسامحك. اقرا له الفاتحة. يا ريس اللي بتعمله ده شرعا ما ينفعش. يا عم الشيخ. شرعا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ انت اولا جد يا شيخ. انت لما تيجي على القبر كده مثلا تصل جدي يا جدي يا جدي، طبعا ده خطأ، لأن المكان ده كلنا رايحين ليه. المكان ده كلنا ايه؟ كلنا رايحين ليه، كلنا هننزل النهارده بكره بعده، كل واحد ليه يوم هينزل فيه. لكن في آداب علمها لنا النبي عليه السلام. آداب علمها لنا مين؟ النبي عليه السلام. أول حاجة الإنسان لازم يجي للمقابر وهو جاي بنية إن هو يتأثر يتعظ. يعني يعمل ايه؟ جاي يتعظ، جاي يقول لنفسي إن أنا هنزل هنا، وجاي يقول لنفسي إن أنا أتحاسب على الصغير والكبير. الأدب الأولاني إن أنا لما بخش القبر برمي السلام، بسم الله، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم إيه؟ نسأل الله لنا ولكم العافية. ده رقم واحد، ده الأدب الأول، والسلام عليه على أهل المقام. الأدب الثاني بقعد كده في استكانة وطمأنينة، أقعد براجع نفسي. الأدب الثالث إنني بقعد أستغفر للميت. النبي عليه الصلاة والسلام قال استغفروا لأخيكم، يبقى أنا بستغفر لمين؟ يبقى أنا بستغفر للميت. ده الأدب الثاني. الأدب الرابع إنني بدعي للميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. وبعض أهل العلم يعني بعض أهل العلم يتكلم في مسألة هل يصح قراءة القرآن؟ يصح، ما فيش مشاكل، ناخد بها إن شاء الله، ما فيش مشاكل إن أنت تقرأ له القرآن، لعلها تبقى سبب رحمة لي. لكن احنا على كل، النبي عليه السلام قال كده: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. طبعا ضروري الإنسان لما بيجلس كده. طب انت مثلا بتحصل اخطاء كتيره برضو داخل في زياره المقابر عموما، يعني زي مثلا يعني تلاقي واحده مثلا جايه تزور القبر ولا حاجه في ايام المواسم، يوم العيد او تخصيص الزياره يوم الجمعه وغيرها. طبعا ده شرعا ما ينفعش نخصص الزياره للمقابر في ايام المواسم، ده من الابتداع. يبقى بنتجنب برضو الزياره في ايام ايه؟ بنتجنب الزياره في ايام المواسم. كذلك برضو من الاخطاء اللي بيقع فيها الناس، المرأة وهي جاية أو الشاب وهو جاي والراجل يجيب شوية المية ويقول لك اسقوا التربة عشان ينتفع بها مين؟ ينتفع الميت. ده خطأ، الميت ما بينتفعش بالمية اللي بتسقى دي خالص نهائي. يعني الخطأ كذلك اللي بيقع فيه الناس إنه يروح باني حاجة يقول لك إيه، ازرع له مش عارف شجرة ولا حاجة خضرة عشان تخفف عنه العذاب. الكلام ده غير صحيح ومالوش إيه؟ ومالوش أصل. الكلام ده غير صحيح ومالوش إيه؟ مالوش أصل. الميت بحسب عمله، إن كان صالحا فالله عز وجل يتولى الصالحين، وإن كان غير ذلك فنسأل الله عز وجل أن يجعل موتنا كلهم من أهل الصلاح يا رب، وإن كان غير ذلك شأنه عند الله. يبقى إيه؟ يبقى أمره إلى الله عز وجل. فضروري إن شاء الله نلتزم بالآداب دي لنا والإنسان والأولادنا. نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم جاء في الأرض عن جنبيهم، اللهم يا مولانا اجعلهم في قبورهم آمنين مطمئنين منعمين لا معذبين، آمين يا رب العالمين. والحقنا بهم على خير حال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.